خائفا. والفقهاء إخوة الإيمان عندما يتحدثون عن استقبال القبلة يقسمون القبلة إلى 8 أنواع. أنواع القبلة في الفقه 8 أنواع نذكرها جملة ثم نفصل فيها. الأولى قبلة العين، والثانية قبلة الاستتار، والثالثة قبلة التحقيق، والرابعة قبلة الإجماع، والخامسة قبلة الاجتهاد، والسادسة قبلة التقليد، والسابعة قبلة التخيير، والثامنة قبلة البدل. مسائل فقهية مهمة. أنواع القبلة كم؟ 8. الأولى قبلة العين والقطع، دي لمن داخل الحرم. الإنسان شنو؟ داخل الحرم يرى الكعبة بشنو؟ بعينه، فلا بد من الصلاة نحو القبلة نحو الكعبة مباشرة، ليس للاتجاه، لا بد من شنو؟ مباشرة للكعبة. هذا لمن شنو؟ داخل شنو؟ داخل الحرم، أو لمن يرى الكعبة تسمى قبلة شنو؟ العين، أو قبلة العيان والقطع. نمرة 2 قبلة الاستتار، ودي لمن بمكة ولكن لا يرى شنو؟ لا يرى الكعبة. أيضا لا بد من أن يحدد جهة الكعبة تحقيقا دقيقا. كان في بيته لا بد أن يضع علامة. إحنا هنا بعيدين، الانحراف فرق بين شنو؟ بين الانحراف عندنا والانحراف في شنو؟ في مكة. نمرة 2 قبلة الاستتار، لمن كان بمكة ولا يرى الكعبة بشنو؟ بعينه، لا بد من تحديد جهتها ووضع علامة في شنو؟ في المنزل، إذا كان في الفندق أو في بيت شنو؟ في مكة. نمرة 3 قبلة التحقيق، وهي قيل في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قبلتها محققة تحقيق لأنها قبلة وحي. أي مسجد ورد في السنة النبوية إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ده قبلة محققة شنو؟ تحقيق تام، ما فيها شنو؟ لا فيها شك ولا فيها شنو ريب. دي نمرة كم؟ نمرة 3. قلنا قبلة العين وقبلة الاستتار وقبلة التحقيق للمساجد التي شنو؟ صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من 4 قبلة الإجماع، دي المساجد اللي صلى فيها جمع من الصحابة. أي مسجد صلى فيه جمع من الصحابة دي اسمها قبلة شنو؟ إجماع، لأنه إجماع من خير شنو؟ الخلق بعد الأنبياء اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منها مسجد سيدنا عمرو بن العاص في مصر صلى فيه جماعة كثر شنو؟ من الصحابة، هذه قبلته قبلة شنو؟ إجماع. نمرة 5 قبلة الاجتهاد، ودي للناس البعيدين وعندهم علم بآلات تحقيق القبلة. لا بد في أي بلد يكون في شنو؟ مجتهدين علماء ليحققوا شنو؟ مكان شنو؟ القبلة للمساجد. زينا هنا احنا حدد لنا القبلة أولا شنو؟ المجتهدين شنو؟ العالمين بمكان شنو؟ الأماكن الجغرافية وأماكن الكعبة وأماكن شنو؟ البلد الحرام. دي قبلة الاجتهاد. نمرة كم دي؟ 5. نمرة 6 قبلة التقليد، دي لمنو؟ دي لزول دخل بلد وهو جديد عليها، فلا بد له ولا يسن له أن يصلي ويجتهد براو. لا بد من أن يسأل شنو؟ أهل البلد، يكون مقلدا لأهلهم، لأهل البلد في شنو؟ في استقبال القبلة. إذا مشيت سافرت محلة جديدة فلا بد من شنو؟ خاصة والكلام ده لوين؟ خارج شنو؟ خارج المساجد. لأنه في المسجد أنت مغني بشنو؟ بالمحراب نحو القبلة، لكن إذا دخلت بلد لا تصلي في بيت مثلا، لا بد من أن تسأل وتكون مقلدا شنو؟ نحو القبلة. نمرة 7 قبلة التخيير، ده الزول المقطوع وما بيعرف الاتجاهات ولا عنده خبرة بالجغرافيا ولا عنده خبرة بالشمس ولا بالصبح ولا بالفجر، اسمه التخيير.
يجتهد شنو ويصلي شنو إلى حيث هداه الله سبحانه وتعالى. في قول إنه يصلي الجهات الأربعة، يصلي شنو على الجهات، لكن المعتمد إنه يجتهد ويصلي حسب شنو اجتهاد. إذا ما وجد شنو قلنا من يدله وليس له شنو علم، حتى بعد الصلاة لو تبين له أنه صلى لغير القبلة صلاته شنو صحيحة، لأنه بدأها على وجه إلا إذا شنو إلا إذا تبين له داخل الصلاة. فالإنسان مثلا في الخلاء واجتهد برأيه إنه القبلة مثلا الاتجاه الفلاني، فجاء شنو جاء زول عالم باتجاه شنو القبلة، ده واحد من ثلاثة حالات: يا إما يكون بصير، يا إما أعمى، يا بصير يا شنو أعمى. إذا كان بصير بيرى يعني بعاين ويجد لك الزول بيصلي على غير شنو على غير القبلة، واحد من اثنين: انحرافه عن القبلة يا إما انحراف كثير أو انحراف يسير. الانحراف اليسير هو أن يشرق إذا كانت القبلة شنو غرب، أو يغرب إذا كانت شنو القبلة شرق، أو يستدبرها يعني يصلي على غير اتجاهها. وإذا قلنا القبلة أمامنا يصلي شنو كذي أو شنو، لكن لو صلى كذي أو كذي ده انحراف شنو يسير. الانحراف الكثير هو أن يصلي إلى غيرها، إلى غير ناحيتها، فهذا يقطع الصلاة. إذا وجد من يخبره شنو يقطع الصلاة إذا كان بصيرا يرى. أما إذا كان بصيرا ومنحرف انحراف يسير فيعدل وشنو ويتم صلاته. أما الأعمى فلو كان منحرفا كما قال الفقهاء، ولو كان منحرفا انحرافا كثيرا يعدل شنو ويتم شنو ويتم صلاته. نمرة كم؟ نمرة 7. الأخيرة قبلة البدل، قبلة البدل، وهي الصلاة على الدابة أو الصلاة في السفر. سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على شنو على دابته حيث ما شنو توجهت به، بشرط أن يكون في السفر. أول حاجة أن يكون على دابة، ثاني أن يكون في سفر، وأن يكون السفر مسافة قصر، وأن يكون سفرا مباحا. ده الكلام ده كله في شنو في الدابة في النافلة. أما الفرض فلا تصلى على الدابة إلا لعذر،